قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة يا ريت تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس. بتبدأ القصة مع أسطورة التنانين السبع واللي اتحولت لحقيقة وانتشروا عبر البحار السبعة، وواحد منهم استقر في أرض الملك رسفان علشان ينشر السلام وينهي الحرب، ولكن حصل خطأ واتهموا التنين بالخيانة والملك بعده عن أرضهم عشان فكروا إن هو خاين. وبنروح لشاب اسمه لوكاس عايش حياة بسيطة وسعيدة مع أهله، وبيكون عندهم مزرعة صغيرة تبقى هي البيت بتاعهم. وفي يوم وهو في الحقل بيشوف بيتهم بيتحرق فبيجري عليه، وبيلاقي مجموعة قتلة هاجمين على عيلته وبيموتوهم، وهو بيبقى مستخبي وما بيقدرش يعمل لهم حاجة. وبيلاحظ إن كل فرد فيهم لابس لبس بيمثل حيوان معين زي الدب والذئب والعقرب والتعبان، وبيتفقوا إن هم يقوموا بعملية الهجوم التانية على باقي المزارع خلال أسبوع، وكل واحد فيهم بيرجع لعشيرته. ولوكاس بيكون سامعهم وبيقف قدام البيت وهو بيتحرق وبيكون حزين جدا على أهله، وبياخد المواشي بتاعتهم وبيروح السوق عشان يبيعهم. وبيلاقي هناك الملك رسفان بيمر على الناس ويشوف مشاكلهم، ولوكاس بيحاول يتكلم معاه ولكن الحارس بيمنعه، فبيقول له إن في قتلة بيهجموا على المزارع وبينهبوها وإنهم قتلوا عيلته وحرقوا لهم البيت وهو عايز ينتقم منهم، لكن الحارس برضه بيمنعه إن هو يقرب من الملك. والملك أصلا بيشوفه وبيتجاهله وبيقول له يشوف صياد مأجور عشان ياخد بصقره. وبيروح لوكاس يبيع المواشي بتاعته وبيشوف بنت جميلة معدية من جنبه وبيعجب بيها جدا، وبيسمع أبوها وهو بينده لها وبيعرف إن هي اسمها أوانا، وبيلاقي حانة فبيدخلها عشان يدور على صياد يأجره وينتقم له من اللي موته عيلته. وبيلاقي واحد اسمه داريوس بيقول له إنه كان في السوق وسمعه وهو بيكلم الملك ومستعد يساعده مقابل الفلوس اللي معاه، لكن بيقاطعهم مجموعة صيادين تانيين وبيقولوا للوكاس إن المفروض يأجرهم هم لأن عددهم أكبر وبيضحكوا عليه، وبياخدوا الفلوس اللي معاه فبيقتلهم داريوس لأنهم حرامية. وحراس الملك بيدخلوا ولوكاس بيجري بره الحانة قبل ما يقبضوا عليه. وبالليل بيدخل جوه ورشة حداد وبينام فيها، والصبح الحداد بيتفاجئ بيه ولوكاس بيقول له إن هو عايز يشتري سيف عشان ينتقم من اللي قتلوا عيلته، ولكن هو معهوش فلوس. وبيعرض على الحداد أرض المزرعة بتاعته ولكن الحداد بيرفض، فبيقول له لوكاس إن هو لو اداله سيف مش هيقول لأهل القرية إن الحديد بتاعه مغشوش، وبيخلطوا بالخردة علشان حدوات الخير تتكسر بسرعة ويرجعوا له تاني. فبيضطر الحداد إن هو يديله سيف مقابل وعد منه إن هو يديله أرض المزرعة، وبيقول له إن السيف لوحده مش كفاية علشان ينتقم لأهله، وإنه محتاج مساعدة التنين اللي عايش وسط الجبال، بس لازم ياخد له كيس من البذور وما يحاولش يعقد معاه صفقة لأنه خان الملك زمان. وبياخد لوكاس كيس البذور وبيروح يدور على التنين، ولما بيسأل الناس عن مكانه بيصدوه بيقولوا له عليه إن هو تنين خاين، وبيدل واحد على الطريق وبيوصل لوكاس لكهف ضخم جدا، وبيدخله وبينده على التنين وبيسيب كيس البذور على الأرض. فبياخد التنين البذور وبيظهر للوكاس وبيلاقيه ضخم جدا، وبيحدفه التنين بكيس البذور ولوكاس بيقع على الأرض، وبيقول له إن هو محتاج مساعدته عشان يلاقي اللي موتوا عيلته وينتقم منهم ويفضي غضبه. فالتنين بيقول له هو عاوز يلاقيهم ولا يموتهم، وبيكتشف لوكاس هنا إن التنين أنثى واسمها سيفيس، وبيستخف بقوتها وبيقول لها إنه محتاج تنين لأن المهمة صعبة جدا ومش مناسبة لأنثى زيها، فبتجمد له رجليه وتبقى عايزة تاكله. فبيخاف وبيتراجع عن رأيه فيها وبيعتذر لها وبيطلب مساعدتها، لكنها بترفض وبتقول له إن هو لسه صغير والانتقام هيوصله لطريق مظلم وهيسحبه للخطر وينهي حياته ولازم يتقبل قدره في الحياة. فبيتضايق وبيحدف لها كيس البذور وبيقول لها إن هو مش محتاج مساعدتها وهو هيعرف ينتقم من نفسه كويس. وبينام في الغابة، ولما بيصحى بيلاقي حصان أبيض جنبه وبيلاقي كمان سرج ومش بيبقى عارف هو جه منين، فبيركبه وبيروح عند النهر، وأثناء ما بيشرب بيفاجئه داريوس وبيخضه وبيقعد يضحك عليه وبيقول له إنه كان بيدور عليه عشان يساعده، وبيرجع له كيس الفلوس بتاعه اللي الصيادين في الحانة أخدوه منه. فلوكاس بيسأله عرف مكانه إزاي، فبيعرفه داريوس إن الطير هو اللي داله على مكانه، وبيرجع ياخد كيس الفلوس تاني منه مقابل إن هو يساعده. وبيعرفه إن القتلة اللي هو بيدور عليهم سمعتهم خطيرة جدا ولازم يهاجمهم وهم منفصلين عن بعض، وهيبتدوا أول حاجة بالرجل الدب ورجالته. فلوكاس بيعرفه إن التنينة رفضت إن هي تساعده، وداريوس ما بيبقاش مستغرب وبيقول له إن هي رفضت تساعده هو كمان علشان كان عايز ينتقم من الراجل اللي قلب عربية أهله زمان وموتهم. وبياخده بعد كده المكان في الغابة وبيعلمه إزاي يستخدم السيف ويقاتل بيه، وبعد ما بيدربه بيسأل داريوس مجموعة ديدان من الأرض عن اتجاه الرجل الدب، وبنعرف هنا إن داريوس عنده القدرة على التواصل مع الكائنات، وبيعرف منهم إن هو اتجه للشمال، وبيستخبى هو ولوكاس في مكان عالي عشان يعملوا كمين ويصطادوه من وسط رجالته وبعدها بيهربوا. وبيسألوا لوكاس هو ليه الناس بتقول على التنينة إن هي خاينة، فبيحكي له داريوس إن مملكتهم دخلت في حرب زمان والملك رسفان وعد الناس بالنصر، وهنا ظهرت سيفيس ووعدت الملك إن هي تساعده ويحل السلام في المملكة. وأثناء المعركة اتصاب الملك بجرح خطير، وبيعرفوا إن التنانين بتشارك بنص قلبها لإنقاذ حياة شخص تاني، وبيرتبطوا بأحاسيسهم ومشاعرهم معاه للأبد. ولما الملك طلب منها إن هي تساعده وتديله نص قلبها رفضت وأصرت إن هو يستسلم لقدره، لكن الملك قدر يخف من جروحه وابتدى يتهم سفين قدام الناس بالخيانة وأمرها إن هي تبعد عن المملكة والناس تجنبوها. في اللحظة دي بيتفاجئ داريوس بالحصان الأبيض بيتحول لسيفيس وبتضربه بديلها، وبتعرف لوكاس إن هي كأنثى تقدر
تقدر تتحول على شكل اي حيوان، لكن التنين الذكر بيتحول لصخور وميه بس، وهي اتحولت لحصان وراحت معاه عشان تتاكد ان مفيش حد هيأذيه وان هي هتساعده بس لو سمع لنصيحتها. ولكن داريوس بيقول له ما يثقش فيها وان هي مش هتساعده وهتحرمه من الانتقام اللي هو عايزه، لكن لوكاس بيوافق ان هي تكون معاهم. فبيتضايق داريوس وبيرفض ان هو ينضم ليهم وبيسيبهم وبيمشي، وبيسيب للوكاس كيس الفلوس بتاعه في شنطته. واثناء ما لوكاس بياكل من الشجر بيظهر له الرجل الدب وبيهجم عليه هو ورجالته، فبيجري منهم وبينده على سيفيس، فبتظهر لهم سيفيس وبتحمي لوكاس بجناحاتها، والدب ورجالته بيضربوها فبتصدمهم بجناحاتها، ولوكاس بيقدر ان هو يهرب، لكن الدب بيلحقه وبيمسكه من الحزام بتاعه وبيفضل يلف بيه على حافة الجبل علشان يحدفه، لكن الحزام بيتقطع في ايده وبيقع هو من فوق الجبل وبيموت. وبيفرح لوكاس ان هو اتخلص من اول واحد، وبيقول لسيفيس ان التاني هيكون الرجل الذئب ورجالته، وان هم ممكن يتتبعوا اثاره عن طريق الغابه، وبيفضل يمرن نفسه على استخدام السيف. بعدها بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للغابه، وبالليل بيقعد يتكلم مع سيفيس عن اهله وقد ايه كان سعيد معاهم ودلوقتي مفتقدهم. وتاني يوم بيهجم عليهم الذئب ومجموعته عشان يسرقوهم ويموتوهم، وسيفيس بتطلع ضباب وجليد من بقها علشان ما يشوفوش وتعرف تصطادهم وتخلص عليهم. والذئب هنا بيمسك لوكاس عشان يموته، لكن سيفيس بتتنكر لكلب وبتروح له وبتهجم عليه وبتنقذ لوكاس اللي بيبقى عايز يموته، لكن سيفيس بتقول له خليه رهينه معاهم علشان يدلهم على الباقيين، وبيدلهم على مكان بيت المرأة الأفعى، وبيلاقوا داريوس هناك مستخبي فوق البيت بيراقبهم، وده عشان يهجم عليها، ولكن بيقع من فوق البيت ورجالتها بيحاصروه. وهنا بتظهر لهم سيفيس وداريوس بياخد سيفه بيقتلهم، والأفعى بتقول لواحد من رجالتها ان هو يحرق الرسائل اللي معاه بسرعة، وسيفيس بتشوف الراجل وهو داخل البيت فبتروح وبتجمد البيت كله، والأفعى بتهرب بحصانها ولوكاس بيطاردها وبيوقعها من الحصان بتاعها وبيقتلها، وسيفيس بتساعد داريوس عشان يتخلصوا من رجالتها، وبتشوف الرجل الذئب وهو بيهرب فبتجمد له دراعه وبيتكسر وبيقع في النهر، وبتروح هي وداريوس للوكاس وبتضرب الأفعى بكرة جليد وبتصيبها هي وداريوس اللي بيقع وبيبدأ يتألم جامد، وسيفيس بتقع هي كمان وبتحس بألمه، والأفعى بتفقد وعيها، وبيستغرب هنا لوكاس ومبقاش فاهم أي حاجة، فبيحكي له داريوس إن يوم ما عربية عيلته اتقلبت وماتوا هو كانت إصابته خطيرة جدا، فقررت سيفيس إن هي تشاركه نص قلبها عشان يعيش، وبقوا مرتبطين ببعض وودته للدير عشان يهتموا بيه، وفي الدير اتعلم القراءة والكتابة وبقى عنده قدرة التواصل مع الحيوانات والطيور، وبقى يفهم لغتهم ويشوف من خلال عيون سيفيس كل حاجة. ولما راح لها عشان تساعده وان هو ينتقم لعيلته من الراجل اللي موتهم، ساعتها رفضت سيفيس ان هي تساعده، فبتقول له سيفيس ان هو كان صغير جدا وموته سهل جدا، ورفضت ان هو ينتقم علشان تحميه. وبيرجعوا بيت الافعى وداريوس بيلاقي الرسائل، ولكن بتبقى مكتوبة بشفرة معينة فبياخدها معاه، وبيبقوا قابضين على الافعى عشان يعرفوا منها مكان الرجل العقرب، لكن بترفض تقول لهم مكانه، فبيطلب داريوس من لوكاس ان هو يموتها بنفسه عشان ينتقم لعيلته، على عكس سيفيس اللي بتقول له يسلمها لمسؤول السجن وهم هيحاكموها على جريمتها ويحققوا العدالة. لكن داريوس بيبقى مصمم ان لوكاس يموتها او حتى يموتها هو، لان سيفيس ضيعت منه فرصة الانتقام زمان وخذلته وعايزة دلوقتي تخذل لوكاس، وبيطلب منه انه يموتها، ولكن كلام سيفيس بيأثر فيه وما بيقدرش يعمل كده. وهنا سيفيس بتقول لداريوس ان السبب في موت عيلته هو الملك، لانه كان في العربية اللي عدت من جنبهم بسرعة، وبسبب اصابته الخطيرة في المعركة امر الحراس ان هو يبعدهم عن الطريق وقلب العربية، وانها رفضت تنقذ الملك لانه ما يستحقش الانقاذ وانقذته هو، واديته نص قلبها، علشان كده اتهمها الملك بانها تخلت عنه وانها خاينة. فبيقرر لوكاس وداريوس ان هم يسلموا الافعى لمسؤول السجن واللي بيبقى ابو اوانا، وبيحبسها، ولما بيلاقيها مجروحة بينده على اوانا عشان تسعفها، وبنعرف هنا ان اوانا بتعالج المصابين والمرضى، ولوكاس بيشكر داريوس على مساعدته ليه وبيديله كيس الفلوس. وبالليل بيروح لوكاس لاوانا عشان يكلمها وبيبقى متوتر، وسيفيس بتبقى مستخبية وبتشجعه عشان يتجرأ ويطلب منها انهم يتمشوا سوا، واوانا بتوافق ولوكاس بيقدم لها ظهور وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. في نفس الوقت بيبقى داريوس قاعد يحل شفرة الرسائل اللي معاه، وبيكتشف ان مجموعة القتلة دول شغالين مع الملك وبينفذوا اوامره في تدمير المزارع علشان يتسببوا في مجاعة والناس يلجأوا له دايما، وبيشيل الرسائل في كيس الفلوس، وفجأة بيدخلوا عليه الحراس وبيمسكوه والكيس بيقع منه، والملك بيجي له وبيضربه وبيحذره ان هو يقبض على اي حد من غير علمه وان دي مهمته هو وحراسه، والحارس اللي مع الملك بيشوف كيس الفلوس وبياخده، وداريوس بيروح لسيفيس وبيحكي لها على اللي الملك عمله. في الوقت ده بيوصل لوكاس اوانا لبيتها وبيودعها، وهنا بيظهر الرجل العقرب وبيدخل السجن عشان يحرر الافعى، وبيضرب ابو اوانا وبيلدغه بسم العقرب وبيحرق المكان، وبيبقى داريوس قاعد مع لوكاس وسيفيس اللي بتقول لهم لازم يرجعوا الرسائل قبل ما الحارس يقراها علشان يثبتوا للناس ان هو خاين وظالم وهي بريئه من اتهاماته. واوانا بتلاقي السجن بيتحرق فبتنزل بسرعه عشان تشوف ابوها، وبيجي لها لوكاس وداريوس وبتطفي سيفيس الحريق، وبيدخلوا لها وبتقول لهم ان في حد هرب السجينه، فبيعرف لوكاس ان الرجل العقرب هو اللي عمل كده، وسيفيس بتقول لهم ان هم لازم يروحوا يجيبوا الرسائل بسرعه، لكن لوكاس بيتضايق منها وبيقول لها لو كان موت الافعى من الاول ما كانش كل اللي حصل ده حصل،
حصل، وبيسيبهم وبيمشي لوحده عشان ينتقم منهم بنفسه. فبيقرر داريوس يروح معاه وبيقول لسيفيس تحاول تجيب الرسايل، ولما بتوصل لمقر الملك وحراسه بتتحول لفار عشان تدخل ومحدش يشوفها. وداريوس ولوكاس بيدوروا على العقرب وفجأة رجالته بيهاجموهم باستهام، فبيستخبوا وبيبدأ داريوس يصطادهم واحد ورا التاني. والنادلة اللي بتخدم الحراس بتشوف سيفيس وهي متحولة لفار، فبتخاف وبتجري عشان تضربها، وبتدخل سيفيس جوه أوضة، ولما النادلة بتفتحها بتلاقيها قطة وبتحسب إن هي أكلت الفار. وبنرجع لداريوس وهو بيقاتل وبيخلي لوكاس يهرب، لكن العقرب بيحصله وبيلدغوا بعصايته، وبيشوفهم داريوس فبيحاول يموت الرجل العقرب، ولكن بيتصاب بسهم وبتحس بيه سيفيس. وبتشوف الحارس وهو بيقرا الرسايل وبسرعة بيجري عشان يسلمها للملك، وداريوس بيخليها تشوف بعينه اللي بيحصل للوكاس عشان تلحق تجيله وتنقذه. وفعلا بتروح عشان تنقذه، والحارس بيسلم الرسائل للملك والملك بيقطعها، والافعى بتهاجم لوكاس والعقرب بيهاجم داريوس وبيبدا يغرقه في الميه عشان يموت، لكن داريوس بيقدر يطلع السهم من جسمه وبيموته هو بيه. وسيفيس بتوصل للافعى وبتخلص عليها، وبتروح هي وداريوس للوكاس اللي بتبقى اصابته خطيره جدا، فبتقرر تطير بيه وتاخده للدير عشان ينقذوه، وبتفضل جنبه واوانا بتعالجه لحد ما بيخف. وبيعرف الملك طريقهم وبيروح لهم الدير عشان يقبض على لوكاس وداريوس. فبتواجهوا سيفيس مع لوكاس وبتقول له ان هو ملك خاين وخدع شعبه، وهو السبب في مجاعتهم وحرق بيوتهم ومحاصيلهم. وفي الوقت ده داريوس بيقول الرجل الذئب اللي بيكون لسه عايش، وبيخليه يعترف قدام الجميع ان هو ومجموعته من القتله المأجورين كانوا بياخدوا اوامرهم من الملك، وكل كلام سيفيس بيكون صحيح. فبيؤمر الملك حراسه ان هم يستعدوا باسلحتهم، لكن سيفيس بتتعهد ان هي هتحمي اي حد هيعترف بخيانه الملك. وهنا بتظهر مجموعه من الحراس بتعترف بخيانه الملك لشعبه، وان هم كانوا بينفذوا اوامره غصب عنهم، وبيقبضوا عليه هو والرجل الذئب عشان يتحاكموا. وبترجع سيفيس بذور المحاصيل اللي كانت بتاخدها، واوانا وداريوس بيوزعوها على الناس. ولوكاس بيدي صك بيع مزرعته للحداد لكنه بيرفض ياخده، وبيقول له انه يفضل ان هم يكونوا اصدقاء. وفي النهايه بيرجع لوكاس لمزرعته، بيرجع المواشي بتاعته وبيبني بيت جديد، واهل البلده بيتجمعوا عنده وبيحتفلوا كلهم سوا مع بعض، وبيقعدوا يرقصوا كلهم، وبتحتفل معاهم سيفيس وهي سعيده، وبيبتدي لوكاس حياه جديده مع اوانا. وبكده اقدر اقول لك انتهت القصه الممتعه بتاعتنا النهارده. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفك في قصه جديده.